ما رأيكم فيما حدث في غزة؟ هقول يعني ما حدث في غزة بكل يقول في سؤاله: ما دمتم تتحدثون عن الجهاد، ما رأيكم فيما حدث ويحدث في غزة؟ أولاً، عندما وقعت الحرب ما كان لنا أن نتكلم أو نبدي رأيا، إنما كان علينا أن نساعد على قدر استطاعتنا، وأن ندعو الله لإخواننا على أرض فلسطين وفي غزة. أما بعد أن وقفت الحرب، أيضا من رأيي أن حماس وغيرها من فصائل المقاومة قد تكون فوق المساءلة. هذا هو الواقع. ولو قلنا رأينا أثناء الحرب لاتهمنا بأننا نثبط أو نخزل، ونعوذ بالله من هذا كله. ورأيي أن الذي يقول رأيه فيما حدث من حماس وغيرها من فصائل المقاومة هم أهل غزة، هم أنفسهم، لا أحد غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين يقررون وهم الذين يعيشون. منهم من فقد أهله، ومنهم من فقد زوجه، ومنهم من فقد ابنه، ومنهم من فقد ابنته، ومنهم من فقد أباه أو فقد أبويه أو فقد أباه أو فقد أمه أو فقد أخاه، فقد أخته، هكذا. هم الذين يقررون. الرجل الذي بنى مسكنا له ولأولاده شقي حتى بناه، ثم لما عاد إلى غزة سوي بالأرض، لم يجد له مسكنا، الطالب لم يجد له مدرسة، المريض لم يجد له مستشفى. هؤلاء هم الذين يقررون. أما نحن إذا قلنا رأينا على ما أشهده من معارك سيسلقوننا بألسنة حداد دون فهم، لأننا إذا قلنا رأينا فإننا نستنبط الرأي من الكتاب والسنة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نجامل أحدا. ورأيي أيضا أن تقف الأمة إلى جوار غزة. أهل غزة منهم من يرى العملية دمار، ومنهم من يراها انتصار. هم أحرار. أهل غزة هم أدرى بشعابها.